I'm not here to promote, I'm here to fight. Brock Lesnar, the beast incarnate, conquered your undefeated streak at WrestleMania, Nightmare of Suplex City! Reigning, defending, heavyweight champion of the world, Brock Lesnar! الوحش، المصارع اللي عمل غزو في رياضات كتير، مكنة الدمار، المصارع الخام والحقيقي اللي دايما حسسنا بمتعة المصارعة في كل مباراة دخلها سواء جوه أو بره WWE، بروك ليسنر. في الفيديو ده هحكي لك قصة الوحش بروك ليسنر وتفاصيل حياته من البداية، من قبل ما يدخل عالم المصارعة، وإنجازاته كمصارع محترف ومقاتل في اليو اف سي، وهتعرف ليه بروك ليسنر هو المعنى الحقيقي لعالم المصارعة في الوقت ده. قبل ما ندخل في الموضوع ما تنساش تدوس على زرار الاشتراك وتفعل الجرس على كلمة أولى أو الكل عشان يجيلك إشعارات القناة أول بأول لما أنزل أي حاجة في أي وقت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. بروك إدوارد ليسنر اتولد يوم 12/7 سنة 1977 في مدينة ويبستر جنوب داكوتا الأمريكية. بروك ليسنر من عائلة ألمانية الأصل، وهو الابن الثالث لأبوه وأمه، وليه أخت أصغر منه وأخين أكبر منه. كان من عائلة بسيطة جدا، عندهم بيت ومزرعة، وعندهم روتين ثابت كل يوم، يصحوا كل يوم الصبح يشتغلوا في المزرعة وما يرجعوش غير بالليل. وحرفيا بروك ليسنر من صغره كان متعود على الشغل الشاق، والروتين والشغل الشاق ده علم بروك ليسنر إنه يكون شخص منضبط وعنده عزيمة. ومن صغره اتعلم حاجة مهمة جدا فضلت معاه لحد لما كبر، ويمكن هو ده سر نجاحه، وهو إن مفيش نتيجة من غير مجهود، وإن كل مجهود بيعمله هيشوف نتيجته في المستقبل. وعلى الرغم من إن العائلة دي كانت المزرعة بتاعتهم، إلا وإنهم برضو كانوا على قد حالهم، يعني ما كانش عندهم تلفزيون ولا ترفيه ولا أي حاجة، كل اللي يعرفوه هو الشغل والدراسة وبس. ووسيلة الترفيه الوحيدة اللي كانت عند بروك ليسنر هي الرياضة، خصوصاً المصارعة. لما بروك ليسنر كان عنده 5 سنين بدأ يتعلم أساسيات المصارعة، وأهله هم اللي شجعوه على كده، بل وشجعوا أخواته كلهم كمان، بحيث إنهم زرعوا جوه أولادهم حب الرياضة من صغرهم. ولكن أكتر واحد نجح فيهم وعمل إنجازات في المجال ده من صغره كان بروك ليسنر. مش هبالغ في الكلام اللي هقوله ده، لكن فعلا بروك ليسنر كان من صغره واخد الموضوع جد. كان دايما شايف نفسه انه لازم يكون في المركز الاول، والمركز التاني بالنسبه له يعني خساره، وهو ما كانش حابب يكون في مركز غير الاول دايما، والمركز التاني بالنسبه له يعني هزيمه، ولو خسر ما كانش بيلوم اي حد غير نفسه. وكان دايما واخد مبدأ ماشي عليه، وهو فائز واحد وخاسر واحد، مفيش حاجه عنده اسمها انا عملت اداء كويس فانا كمان كسبت. فكان واخد الموضوع انه دايما لازم يكسب ويكون هو لوحده الكسبان. بروك ليسنر لما وصل لمرحلة الثانوية كان هدفه إنه هو يكون شكله ضخم، مش عشان يخوف الناس، لكن عشان جسمه يساعده إنه يعرف يلعب ويكسب أكتر. وعشان كده شكله كان مميز من صغره، بنيته الجسدية كانت جسم وحش حقيقي، وكان ده بالنسبة له شيء إيجابي جدا، وساعده كتير جدا إنه يتحكم في سرعته وأدائه في المباريات اللي كان بيلعبها حتى وهو ضخم كده، لأنه عود نفسه على اللعب السريع والمهارة الجامدة اللي دايما بنشوفها منه. أيام لما كان بروك ليسنر في المدرسة الثانوية أخذ المركز الثالث في بطولة المصارعة تبع الولاية بتاعته، ولما راح للجامعة أخذ المركز الخامس في البطولة الدولية للناشئين عام 1997. وبعد سنتين من الدراسة بروك ليسنر انتقل لجامعة مينيسوتا مع صاحبه واللي كان مصارع زيه ومن نفس الجيل بتاعه، شيلتون بنجامين، واتدربوا سوا واشتغلوا سوا عشان كانوا زملاء في الرياضة زي ما كانوا زملاء في الدراسة. وكان حلم بروك ليسنر وقتها إنه يكسب بطولة الولاية الوطنية في الوقت ده، وبروك ليسنر ما كانش عايز مركز غير المركز الأول، عشان كده كان بيتدرب ليل ونهار. سنة 1999 بروك ليسنر لعب مباراة، والمباراة دي كانت نقطة تحول في حياة بروك ليسنر، وهي اللي خلته بروك ليسنر اللي نعرفه دلوقتي. وساعتها بروك ليسنر طلع من البطولة بالمركز الثاني، بس ما يقسش، بروك فضل يتدرب أكتر زي المجنون، ما كانش بيرتاح ولا عنده وقت للترفيه، كل اللي كان عاوزه هو البطولة دي، لأنها كانت آخر فرصة ليه عشان ينتقل لمرحلة أكبر وأفضل من اللي هو فيها. وسنة 2000 لعب مباراة تانية، والمباراة دي طولت جدا وكانت صعبة جدا على بروك ليسنر، ولكن في النهاية بروك ليسنر كسب المركز الأول، وساعتها حس إن تعبه ما راحش على الفاضي، وأصبح بالشكل ده بطل NCAA عام 2000. وأخيرا بعد لما حقق حلمه الأول في سن صغير، بروك ليسنر قرر إن هو يغير طريقه ويروح لحاجة أفضل شوية. بروك فضل يطور من نفسه، ولكن عشان يدخل مجال مصارعة المحترفين في نفس السنة اللي هي سنة 2000، بعد لما خلص دراسته على طول قرر ان هو يدخل المجال ده، لما حد من إدارة أكبر شركة في مجال الرياضة الترفيهية في العالم اللي في الوقت ده كانت معروفة باسم WWF كلمه وعمل معاه مفاوضات، والمفاوضات دي ما طولتش، وبعدها بروك ليسنر وافق ان هو ينضم للشركة. والقرار ده كان بداية مسيرة أفضل مصارع في مجال مصارعة المحترفين، بروك ليسنر. كانت بداية حاجة جديدة ومميزة في اتحاد WWE،
دخول شخص يكاد يكون وحش عملاق صغير في السن للمجال ده، وحرفيا هيقلب الدنيا من فوقها لتحتها. لما بروك ليسنر قعد مع الإدارة كان عنده حماس كبير جدا، وساعتها سألوه عن ايه توقعاته لما ينضم ليهم، وقال ان هو متحمس جدا للموضوع ده، ولكن حد من الإدارة كلمه وقال له ان في 3 حاجات هنا في الشركة بياخدوها على محمل الجد ومهمة جدا بالنسبة لهم، والحاجات دي هي الإيمان والعائلة والشركة. بروك ليسنر وقتها ما فهمش هم يقصدوا ايه بالكلام ده، ولكن بعد سنتين فهم هم كانوا بيتكلموا عن ايه، لانه بعد سنتين فقد الإيمان بأحلامه، لانه كان مضطر يعمل اللي هم عاوزينه مش اللي هو عاوزه، وما بقاش عنده عائلة او ما بقاش فاضي ليهم، لانه بقى شغال اكتر من 300 يوم في السنة، وكل اللي كان باقي ليه هو الشركة اللي شغال فيها، وده اللي بيكون فيه اي مصارع بيدخل WWE، كل اللي بيكون باقي ليه هو الشركة اللي شغال فيها وبس، وبيكونوا مضطرين دايما ان هم يعملوا اللي يقول لهم عليه فينس ماكمان في الوقت اللي هو يختاروا ليهم مش اللي هم يختاروه، وحياتهم المهنية بتكون هي حياتهم اللي بيعيشوها في الحقيقة. من الآخر WWE بتمتلكهم وبتحطهم في دوامة كبيرة ما بيعرفوش يخرجوا منها، والمصارعين بيفضلوا يضحوا ويخسروا بيوتهم وأهلهم وأطفالهم. الكلام اللي بقوله لك ده من كتاب عن قصة حياته قال فيه الكلام ده. المهم ان قبل ظهور بروك ليسنر على حلبة WWE كان في اتحاد OVW اللي هو كان زي FCW وزي NXT، وكان زي ما يكون اتحاد تأهيلي للمصارعين الجدد قبل لما يروحوا للاتحاد الأساسي اللي هو WWE. وكان في نفس الاتحاد ده في نفس الوقت مع بروك ليسنر 3 من أهم المصارعين في الشركة، باتيستا وجون سينا وراندي أورتن، كلهم من نفس الجيل وكلهم ظهروا في نفس الوقت، ولكن أسرع واحد خطف الأنظار وحصل على دفعات قوية لما دخل WWE كان الوحش بروك ليسنر، المدمر الجديد للشركة، أصغر دبابة بشرية في الوقت ده. بعد 1.5 سنة من التدريب في اتحاد OVW بروك ليسنر عمل أول ظهور رسمي ليه على حلبة WWE في مارس عام 2002، وبعد 3 شهور من انضمامه كسب بطولة ملك الحلبة عام 2002 واللي فيها هزم مصارعين كبار زي بوبا ري دادلي وبوكر تي وتيست وروب فان دام. وفي أغسطس عام 2002 بروك ليسنر واجه بطل الاتحاد ذا روك في عرض سمر سلام وهزمه عشان يكون في الوقت ده أصغر بطل اتحاد جه في تاريخ الشركة قبل راندي أورتن. وفي سكته قبل الماتش ده بروك ليسنر حرفيا دمر الأيقونة هولك هوجن، وطبعا انت عارف يعني ايه هولك هوجن في مجال المصارعة زمان، فكانت حاجة مش عادية ان شاب صغير زي بروك ليسنر يطلع يدمر هولك هوجن وبعدها يروح يهزم واجهة الشركة في الوقت ده اللي هو كان ساعتها ذا روك وكمان ياخد منه البطولة. والمباراة بتاعتهم كانت من أولها لآخرها حاجة عظيمة جدا، وبالسرعة دي خلال 5 شهور أو أقل من مارس 2002 لحد أغسطس 2002 بروك ليسنر قدر يعمل عظمة ويحصل على دفعة جامدة ويكسب بطولة الاتحاد ويكون الوجه الجديد والنجم الأول للدبليو دبليو إي في الوقت ده، وكان هو الاسم الكبير في عرض سماك داون. ولكن زي ما احنا عارفين مفيش حاجة بتكون كاملة، بالرغم من ان بروك ليسنر كان وحش وموهوب وكل الكلام الجميل ده الا وانه كان ناقصه حاجة مهمة جدا، وهي انه يتكلم على المايك ويعمل بروموهات، ودي حاجة ما كانش بيعرف يعملها نهائي. بروك ليسنر ما كانش مهتم بالبروموهات ولا الكلام على المايك، كان مهتم اكتر باللعب والتدمير وانه يكون بشخصية الوحش. لكن الاتحاد كان عاوزه يكون وجه الشركة، وبما انه ما بيعرفش يتكلم على المايك فخلوه من اول ظهور ليه يكون معاه مدير اعمال بيتكلم بالنيابة عنه. والحل ده حول عيب عدم قدرة بروك ليسنر انه يتكلم على المايك لميزة، لان وجود مدير اعمال جامد زي بول هيمن معاه خلى شخصيته تكون شرسة اكتر. هما الاتنين كانوا حاجة واحدة، بول هيمن المخ واللسان وبروك ليسنر هو العضلات، وحرفيا وجودهم سوا كان بيولع اي عداوة، لان هيمن كان ليه دور كبير جدا في تفخيم بروك ليسنر وخلى الجمهور يتحمس لوجوده، وكلامه عنه خلى مصارعين كتير جدا يخافوا منه لما بيقفوا قصاده. وعلى الاساس ده بروك ليسنر كمل في اتحاد الدبليو دبليو ودخل عداوات مع اساطير كتير جدا خلال اول سنة ليه بس. واجمد عداوة عملها واللي عمرنا ما هننساها عداوته مع الاندرتيكر، واللي كانت بالمعنى الحرفي عداوة شرسة جدا جدا وعنيفة ودموية. وكمان عداوته مع البيج شو واللي كانت برضه عداوة اسطورية، واللي كانت نقطة تطور كبير جدا في حياة بروك ليسنر، وده لسببين. السبب الأول هو المشهد اللي كلنا عارفينه، اللقطة الخرافية من عرض سماك داون، واللي أول مرة كانت تحصل في التاريخ لما بروك ليسنر عمل لبيج شو سوبليكس من فوق الحبل الثالث وهما الاتنين وقعوا وكسروا الحلبة. والمشهد ده حتى الآن عمره ما يتنسي، وظهر لك فعلا ان بروك ليسنر شخصية قوية بجد وجامد. والسبب الثاني هو لحظة غدر بول هيمن ببروك ليسنر لما خلاه يخسر بطولة الاتحاد لبيج شو، ومن بعدها بروك ليسنر اتحول للشخصية الفيس أو المحبوب، والشخصية دي بالمناسبة ما كانتش لايقة عليه خالص. وحش زي بروك ليسنر في الوقت ده ما كانش ينفع يتحول للشخصية الفيس، كان لايق عليه أكتر إنه يكون وحش. لكن يمكن اللي خلانا نتقبل الموضوع ده شوية هو اللي حصل بعد كده. عام 2003 في مباراة الرويال رامبل بروك ليسنر طلع الاندرتيكر وكسب المباراة عشان يروح الحدث الرئيسي لعرض ريسلمانيا ويخلينا نشوف مباراة أحلام تانية، بروك ليسنر ضد كيرت أنجل. 2 مصارعين خام كسبوا ميداليات ذهبية في مجالهم بره الدبليو دبليو إي،
والجمهور كان متحمس جدا يشوفهم ضد بعض في عرض ريسلمانيا، لان عمرهم ما لعبوا ضد بعض ولا عمرهم وقفوا قصاد بعض قبل كده، وساعتها الاتنين عملوا مباراة خرافية ومن افضل المباريات في عروض ريسلمانيا على مر التاريخ. وعلى قد ما الماتش كان ماشي زي الفل، الا وانه حصلت فيه غلطة كانت ممكن تنهي مسيرة بروك ليسنر طول حياته. بروك ليسنر كانت طريقة لعبه في الدبليو دبليو اي لعب مصارع تقيل، ولكن في الاول كان عنده حركة مصارع خفيف او هاي فلاير، كان بيطلع من فوق الكورنر وينط في الهواء من فوق الحبل الثالث بالعكس وينزل على المصارع وهو نايم على الارض. في عرض ريسلمانيا بقى عمل كده مع كيرت انجل، ولكن بدل ما يعمل فينش على كيرت انجل بالطريقه الصح نزل على ارض الحلبة على وشه، وحرفيا رقبته كانت هتتكسر بس جت سليمه، والمباراه خلصت على خير، وكمان بروك ليسنر هو اللي كسب البطوله. ولكن بعد المباراه دي بروك ليسنر قرر ان هو ما يستخدمش الفينش ده تاني نهائي، وبقى بس بيستخدم فينش F5 اللي كلنا نعرفه دلوقتي. وبعد كده بروك ليسنر دخل في عداوه مع جون سينا، وسينا خد الفينش بتاع بروك ليسنر اللي هو الF5 وقلده وعمل فيه تعديل وسماه FU، وطبعا دي تريقه على فينش بروك ليسنر. وبالمناسبه كلمه FU اللي جون سينا سماها الفينش بتاعه دي في الحقيقه شتيمه. المهم بعد العداوه دي بروك ليسنر رجع تاني خلص حساباته مع البيج شو، وهنا حصلت اللقطه بتاعت كسر الحلبه اللي قلت لك عليها من شويه. وبعد كده لعب مع كيرت انجل تاني وخسر البطوله، ولكن في الاسبوع اللي بعده رجع البطوله تاني بعد مباراه اسطوريه من نوع ايرون مان، وخلصت 5-4 لصالح بروك ليسنر. بعد الفتره دي بروك ليسنر حرفيا كان في قمه مجده وفي عز شهرته ومسيرته مع الدبليو دبليو اي، ولكن بالرغم من كل ده بروك ليسنر ما كانش مبسوط. بالرغم من ان الاتحاد خلى بروك ليسنر يحط على كل الاساطير والمصارعين اللي موجودين في الوقت ده وصيته سمع في العالم كله، بس بروك ليسنر كان حاسس ان هو مش عايش مرتاح، حاسس ان حياته وعمره بيتسرق منه، ما بقاش عارف يقعد مع اهله ولا يروح بيته ولا عارف يعيش حياته زي الناس، من كتر ما الدبليو دبليو اي هلكته في العروض الاسبوعيه والعروض الشهريه، كل حدث رئيسي بيكون هو النجم الاول. هي حاجه حلوه بالنسبه للمصارعين كتير، ولكن بروك ليسنر كان محتاج يحس ان هو عايش حياته. عشان كده بروك ليسنر قرر انه لازم يمشي من الدبليو دبليو اي. بروك ليسنر ما حبش ان هو يكمل حياته في الوضع ده، ما حبش انه يهلك صحته كل يوم وكل اسبوع وكل شهر، لانه شاف انه بالشكل ده بيضيع نفسه بالبطيء، مش بيعمل لنفسه اسم كبير، لانه كمان كان جات عليه فتره كان بيتصاب كتير جدا وكان بيحتاج وقت يرتاح، لكن ما كانش بياخد وقت كفايه، وحس ان هو بعيد جدا عن اهله، وهم نفسهم ما كانوش يتمنوا انه يعيش كده حتى لو هيكون غني ومشهور. الفتره دي بروك ليسنر قابل ناس كتير جدا اقنعوه ان هو عاجلا او اجلا جسمه مش هيستحمل كل اللي بيحصل فيه ده، عشان كده لازم في اقرب وقت ينفد بجلده ويمشي من الاتحاد، لان محدش هينفعه ولان هم بيستغلوه. كان في عقد بينهم، ولكن بروك ليسنر ما كانش حابب ان يكون في حد لاوي دراعه، عشان كده راح لفينس ماكمان وقال ان هو عاوز يمشي من الشركه. ماكمان ساعتها بص لبروك ليسنر على انه شخص جاحد ومش حاسس بالنعمه اللي هو فيها، لكن ليسنر كان بيبص من منظور تاني. كم مره راح لفينس ماكمان وقال له ان هو عاوز جدول اعمال اقل وطلب منه ان هو يتحط في سيناريوهات اقل من كده، وكم مره قال له ان هو محتاج راحه كفايه بعد كل اللي بيحصل له، ولكن فينس ماكمان كان دايما مش مهتم بده. عشان كده بروك ليسنر حس ان دي مش عيشه، وبعد لما بروك ليسنر صمم على قراره فينس ماكمان ابتدى يبعده عن الاحداث الكبيره واحده واحده، وخلاه بعيد عن البطولات، وعمل ليه سيناريو عشان يختم مسيرته مع الدبليو دبليو اي، والسيناريو ده هو انه يلاعب جولدبرج في عرض ريسلمانيا 20 ويستغله لاخر مره في حدث رئيسي للعرض ده عشان يجيب فلوس، وبعدها يسيبه يمشي، ولكن هو مديله على عينه. واللي حصل هو ان فينس ماكمان زي ما خلى بروك ليسنر اكبر حاجه في الشركه هيخليه يمشي من الشركه بصوره مهينه، وهي انه يلاعب جولدبرج اللي هو حاجه دبابه كده زي بروك ليسنر، ويخلي بروك ليسنر يخسر اخر ماتش ليه مع الدبليو دبليو اي، اللي هو ماكمان كان بيقول لبروك ليسنر زي ما عملتك وخليتك نجم هخليك ولا حاجه، هخليك تمشي من الاتحاد زي ما انت عايز، ولكن هنزلك الارض تاني وهخليك ولا حاجه. بالشكل ده فينس ماكمان عمل غلطه، لانه ضيع حد زي بروك ليسنر من عنده، وبروك ليسنر هيخليه يندم على ده في المستقبل، لانه ما عرفش يستثمره بل استغله جامد واهلكه لحد لما طفش منه ومشي من الشركه حتى وهو في عز مجده، لدرجه ان بروك ليسنر وافق على الشروط بتاعه فسخ العقد من غير ما يرجع للمحامين بتوعه، لانه كان عاوز يمشي من الشركه باي طريقه. عاوز اقول لك بقى على اكبر صدمه واللي بروك ليسنر عرفها في وقت متاخر، وهي ان الشرط اللي كان مكتوب في العقد بتاع الفسخ ان بروك ليسنر ما ينفعش يتعاقد مع اي شركه او اتحاد مصارعه لحد عام 2010. متخيل ان بروك ليسنر وافق ان هو ما يلعبش تاني من عام 2004 لحد عام 2010 من كتر ما اتخنق وتعب وجاب اخره من اتحاد الدبليو دبليو اي، وافق على شرط هيخليه 6 سنين ما يعرفش يلعب مصارعه تاني. وبعد اكتر ماتش ممل في تاريخ ريسلمانيا بين جولدبرج وبروك ليسنر، بروك ليسنر خسر الماتش ده ومشي من اتحاد الدبليو دبليو اي عام 2004. وبما انه مش هيعرف يلعب مصارعه تاني، فبروك ليسنر قرر ان هو يغير مجال شغله، او قرر انه يبعد عن مجال المصارعه اصلا ويدخل مجال تاني جديد. عشان كده قرر ان هو يدخل في رياضه كره القدم الامريكيه.
على عكس مصارعين كتير جدا لعبوا كرة القدم الأمريكية الأول وبعد كده دخلوا عالم المصارعة، فبروك ليسنر راح لعالم المصارعة الأول وبعد كده خرج منه وراح لعالم كرة القدم الأمريكية. وبروك ليسنر كان لاقي عليه جدا الرياضة دي برضه، جسم ضخم وسريع وعنده مهارة، فكانت دي الرياضة البديلة الأنسب ليه. ولكن حصلت حاجة كده غيرت كل ده. في يوم من الأيام بروك ليسنر كان راكب الموتوسيكل بتاعه وعمل بيه حادثة عملت له إصابات شديدة جدا جدا في جسمه كله. الحاجة الوحيدة اللي خلت الإصابات دي ما تموتوش كانت إن ربنا مدي لبروك ليسنر جسم رياضي وضخم وقوي جدا قدر يستحمل كل اللي حصل فيه خلال الحادثة دي. والإصابات دي خدت من عمره وفلوسه كتير جدا وبعدته عن الرياضة عموما، مش بس كرة القدم. وبعد لما مشي من WWE بالشكل ده حياته بقت صعبة جدا على عكس ما كان متخيل، وما كانش بيلوم غير نفسه لأن المحاميين بتوعه نصحوه من البداية إنه ما يمضيش العقد مع WWE، لكن هو فرح بالشهرة والفلوس وما شافش العواقب غير بعدين. وطبعا بعد اللي حصل ده بروك ليسنر حالته النفسية بقت سيئة جدا وحظه بقى سيء جدا جدا لحد لما ابتدت حالته الصحية تكون أحسن. وفي يوم من الأيام حد من المحامين بتوعه جه وقال له إن اتحاد اليابان NJPW مهتمين جدا بالتعاقد مع بروك ليسنر. ساعتها بروك ليسنر طبعا ما كانش عارف يعمل ايه او ما كانش عارف يوافق ازاي بسبب الشرط الجزائي اللي كان في العقد بتاعه مع WWE، ولكن بالرغم من ده قرر ان هو يروح لفينس ماكمان عشان يتفاوض معاه ويخليه يلغي الشرط اللي كانوا متفقين عليه، لان بالشكل ده بروك ليسنر مش هيعرف يشتغل تاني. فينس ماكمان ساعتها عامله على انه حد حقير كان شغال عنده، ولكن بروك ليسنر ما كانش حابب الطريقه اللي فينس ماكمان عامله بيها. لما ماكمان رفض ان هو يلغي الشرط اللي كان في العقد اللي بينهم قام بروك ليسنر خد الموضوع عافيه وعناد وقرر ان هو هيظهر في اتحاد اليابان عام 2005، وبالفعل عمل كده. ساعتها بروك ليسنر وصل له تهديدات من محامين WWE وقالوا له ان هو هيتحاكم والموضوع هيكبر ومش هيبقى كويس ليه، ولكن ما سمعش كلامهم برضه وقال لهم ان الاتفاق اللي كان بينهم ما فيهوش عدل ويعتبر ظلم كبير جدا ليه، لان الاتفاق ده بيحرمه من الشغل في المجال لحد سنه 2010. وفي الفتره دي برضه بروك ليسنر صرف كل اللي وراه واللي قدامه عشان يعرف يكسب القضيه اللي كانت مرفوعه عليه. لما بروك ليسنر راح اتحاد اليابان ظهر هناك على انه شخصيه هيل او شرير، ومن الوقت ده بنعتبر بروك ليسنر بالشخصيه والكاريزما دي من وقتها لحد النهارده زي ما هو كده. المهم فضل شغال معاهم في القضيه وفي نفس الوقت عاند وراح يلعب في اتحاد اليابان وفضل هناك لحد عام 2006، وساعتها القضيه اللي بينه وبين اتحاد WWE جابت اخرها. في اواخر 2006 بروك ليسنر اصبح رسميا حر ان هو يعمل اللي هو عاوزه بعد لما قاضي المحكمه حكم ان القضيه اللي رفعها عليه اتحاد WWE وفينس ماكمان مرفوضه، وتم حل النزاع بين بروك ليسنر واتحاد WWE لانه فعلا كان مظلوم. ومن وقتها بروك ليسنر بقى حر. بروك ليسنر لما بدأ في القضيه ولقى ان هو شغال مع اتحاد اليابان عادي ومفيش حاجه حصلت حس بثقه كبيره جدا في نفسه، ومن وقتها اتعلم انه لازم يصمم انه يعمل الحاجه اللي هو عاوزها لانه عارف قيمه نفسه الحقيقيه وانه شخص مش قليل. وساعتها اتحاد WWE وفينس ماكمان خافوا منه جدا، عشان كده كمل مع اتحاد اليابان وكسب هناك بطوله، وبعدها بفتره قرر ان هو يدخل مجال تاني، مجال الفنون القتاليه المختلطه MMA. عاوزك تعد معايا كده: بطل NCAA، بطل WWE، بطل NJPW، ولاعب كره قدم امريكيه، ودلوقتي بتتكلم عن مجال MMA. بروك ليسنر ساعتها كان زي ما يكون عنده طاقة كبيرة جدا عاوز يخرجها، وعنده أهداف عاوزها تكون حقيقة عشان يثبت إنه عنده أكتر بكتير من اللي الناس شافوه وإنه محدش يقدر يقف قصاده. كان عاوز يقول للناس كلها إنه بيدخل في أي حتة بيعمل فيها قلق وينجح، والموضوع ما كانش صعب عليه. إنه يسيب مصارعة المحترفين ويدخل مجال الفنون القتالية المختلطة كان بالنسبة له هو حاجة عاوزها أصلا، لأنه عنده شغف وطاقة للحاجة دي، مع العلم إنه لسه هيبتدي يتعلم المجال من البداية. بس زي ما قلت لك في أول القصة بروك ليسنر من زمان معود نفسه على الحاجة الصعبة، ولما بيحط حاجة في دماغه بيعملها، وما عندوش حاجة اسمها مركز تاني، هو مركز أول وفوز وبس. وبالفعل بروك ليسنر ابتدى يدور على ناس تساعده يتعلم الرياضة دي. هو كان مصارع محترف، لكن الحاجة اللي هو داخل عليها دي حاجة مختلفة وجديدة وحاجة صعبة في نفس الوقت. عشان كده بروك ليسنر اتعرف على المقاتل بيت ميليتيتش اللي كان لاعب MMA محترف ومعروف جدا في المجال، وكان بطل UFC وتعلم على ايده مقاتلين كتير جدا. ولكن بعد فترة قصيرة من التدريب معاه بروك ليسنر قرر يسيبه، مش عشان ميليتيتش مدرب وحش، ولكن عشان بروك ليسنر كان عاوز يتعلم أسرع ويوصل لمستوى أفضل في وقت أقل، لأنه كان متحمس جدا ومش قادر يستنى لحد لما يدخل المجال ده. بس بروك ليسنر ما كانش مغفل عشان يروح يلعب في المجال ده من غير ما يكون متأهل كويس، وكان عارف كويس إن هو لو عمل كده هيتدمر. عشان كده بروك ليسنر جمع فريقه الخاص عشان يركزوا على إنه يكون الأفضل ويوصل للمستوى اللي هو عاوزه في وقت قليل. كل ده كلفه فلوس كتير جدا، لكن هو ما كانش فارق معاه، لأنه من يوم لما قرر يدخل المجال ده كان عنده هدف واحد بس، وهو إنه يكون في اتحاد UFC، أكبر اتحاد للفنون القتالية المختلطة، وهناك في كل حاجة هو عاوزها.
ماتشات كبيرة وبتتلعب كل فترة وبيعمل فيها أداء عالي جدا، وفي نفس الوقت هيلاقي التقدير والاحترام وبرضه الفلوس اللي هو عاوزها. في البداية بالرغم من شعبية بروك ليسنر وصيته الواسع، إلا وإنه ما لفتش نظر اتحاد UFC لما أعلن إن هو هيلعب MMA، لأنهم بصوا ليه على إنه مجرد مصارع كان في WWE، وكل اللي كان بيعمله هناك إنه كان بيمثل وما عندوش الخبرة الكافية عشان يكون لاعب MMA. فكان الموضوع صعب جدا على بروك ليسنر في البداية. عشان كده المحامين والموظفين بتوعه قعدوا يدوروا له على فرصة كبيرة يظهر من خلالها قدراته في لعبة MMA، وبعد عناء طويل جدا قدروا يحجزوا له مباراة في اتحاد اسمه K1، ووقع معاهم عقد وكان عاوز يلعب مباراة في أقرب وقت، ولكن ما كانوش لاقيين ليه منافس مناسب لأنه لسه جديد. ولكن بعد فترة الاتحاد ده وعد بروك ليسنر إن العرض هيكون أضخم عرض في تاريخ رياضة MMA، لأن هيكون فيه جمهور كتير جدا، وبروك ليسنر وافق على القتال ده. بالنسبة للجمهور WWE كان التمثيل، والMMA ضرب حقيقي، فالكل كان مستني يشوف بروك ليسنر اللي جاي من اتحاد WWE هيعمل ايه في أول قتال ليه كلاعب MMA. المباراة دي مشيت على أكمل وجه وخلصت في دقيقة و9 ثواني لصالح بروك ليسنر. بروك ليسنر شبط في الواد وما خلاهوش يقدر يقوم وعجنه حرفيا، وكسبه في أقل من دقيقتين. وبكده بروك ليسنر أثبت إنه دلوقتي مقاتل MMA مش ممثل زي ما كان الجمهور فاكر، والموضوع ده حمس بروك ليسنر جدا إنه ينتقل للقتال التاني. في مجال المصارعة الحرة بروك ليسنر لفت نظر فينس ماكمان، وفي اتحاد UFC فينس ماكمان بتاعهم كان شخص اسمه دانا وايت. بعد القتال الاول لبروك ليسنر دانا وايت انبهر بيه، وزي ما كان بروك ليسنر عاوز يروح يلعب القتال الثاني في UFC، دانا وايت هو كمان كان عاوز ده. بس الموضوع ما جاش بسهوله. اللي حصل ان UFC ما كانوش عاوزين يوقعوا عقد مع بروك ليسنر او مع حد من مجال المصارعه الحره عموما، عشان كده بروك ليسنر قرر ان هو يقتحم المكان في عرض من عروض UFC بعد لما العرض خلص، وكان معاه عدد من المحامين بتوعه عشان لو حصل اي حاجه يكونوا واقفين في ظهره. بروك ليسنر ساعتها حب انه يلفت انتباه الموجودين في المكان، وقرر ان هو بعد العرض هيقوم من مكانه ويروح ينط من فوق قفص حلبة UFC ويتكلم مع حد من المسؤولين عشان يقنعهم انه يدخل الاتحاد. وفعلا بعد لما العرض خلص قام وعمل كده. بروك ليسنر قام من مكانه وعمل كده ودخل الحلبة وحاول يتكلم، ولكن الامن حاولوا يطلعوه، بس كان خلاص فات الاوان لانه وصل للحاجة اللي هو كان عاوزها. بروك ليسنر وقف مع دانا وايت وعرفه بنفسه وقال له ان هو عاوز يتكلم معاه، وبالفعل دانا وايت وافق ان هما الاثنين يقعدوا مع بعض ويتكلموا. في المقابله دي دانا وايت قال لبروك ليسنر انت ايه اللي مخليك مقتنع انك هتقدر تلعب في المجال ده، وليه شايف انك هتقدر تكون وسطنا؟ فبروك ليسنر ساعتها رد عليه وقال له بطل تبص لي على اني مصارع ترفيهي، لان انا فعلا رياضي حقيقي وعندي انجازات كتير، والمصارعه الحره بس خلتني اعمل فلوس وشهره لنفسي، انما انا عندي حاجات كتير لسه عاوز اقدمها. ساعتها بروك ليسنر ودانا وايت وصلوا لاتفاق صعب جدا على بروك ليسنر، وهو ان بروك هيلعب قتال، ولو كسب هيكمل في UFC، ولكن لو ما كسبش هيفتح فرصة كبيرة لشخص تاني انه يتسيط على حسه، لان الكل هيكون مستني يشوف هيعمل ايه، كل الناس مشجعين UFC والWWE. فبروك ليسنر ما كانش قدامه حل تاني، والاتفاق برضه كان فيه جانب ايجابي، لان بروك ليسنر ودانا وايت هيدخل لهم فلوس كتير جدا سواء بروك ليسنر كسب او خسر، لان الكل هيحب يشوف الماتش ده. وفعلا اتحدد مباراة لبروك ليسنر في عرض UFC 81. بناء المباراة دي كان حاجة حماسية جدا والكل كان بيتكلم عنه، ولما جه وقت المباراة بعد دقيقة ونص من القتال بروك ليسنر خسر أول قتال ليه على حلبة UFC، وبكده الفرصة اللي كانت مع بروك ليسنر ضاعت. ولكن الكلام اللي قاله عنه المقاتل اللي لعب معاه في المباراة دي فتح لبروك ليسنر فرصة تانية، لما المقاتل ده اعترف ان القتال بينهم كان حلو جدا، وان بروك ليسنر كان خصم مش سهل وكان عارف هو بيضرب ازاي وبيعمل ايه بالظبط. ولكن المقاتل ده ركز على نقطة ضعف بروك ليسنر ووقعه وخلاه يخسر وتسبب في خسارته، بالرغم من ان بروك ليسنر عمل اداء كويس جدا وعمل سلسلة ضربات هلكت الخصم بتاعه، الا وانه للاسف عمل غلطة واحدة كلفته الماتش. عشان كده الكل شاف انه يستاهل فرصة تانية، وساعتها استعد اكتر واكتر واكتر ولعب في عرض UFC 82. المرة دي كان الخصم صعب جدا ولعب مباريات كتير وعنده رصيد انتصارات كبير، وبروك قصاده يدوب لسه بيلعب تاني قتال ليه. واللي حصل ساعتها ان بروك ليسنر اخيرا كسب اول مباراة ليه في اتحاد UFC، وبعد لما كسب مسك المايك وكلم الجمهور وقال لهم تقدروا تشوفوني دلوقتي انتوا شايفيني؟ Can you see me now? Can you see me now? من بعد المباراة دي دانا وايت حب وجود بروك ليسنر في UFC وقرر ان هو هيكمل معاه، ومن يومها واسم بروك ليسنر في UFC عامل قلق كبير جدا. وفي عرض UFC 91 بروك ليسنر كسب بطولة UFC للوزن التقيل، والبطولة دي بروك ليسنر كان بيعتبرها أكبر إنجازاته في الوقت ده. وبالنسبة للهزيمة الأولى لبروك ليسنر في أول مباراة لعبها في حياته في UFC، بروك حب إنه يمسحها من السجل بتاعه عن طريق إنه يلاعب نفس الشخص تاني عشان ياخد حقه منه ويغلبه، وفعلا هو ده اللي حصل. بروك ليسنر هزمه وعمل فيه زي ما حصل معاه،
بل ودمره تماما عشان يعرفوا إنه ما كانش يستحق الفوز اللي فازوا عليه ده. من الواضح جدا إن بروك ليسنر ما بينساش ودايما بيرجع وياخد حقه. بعد لما صيت بروك ليسنر سمع وعمل اسم لنفسه من تاني وعمل فلوس كتير، قرر أخيراً ياخد فترة صغيرة يرتاح فيها بعد كل تعب السنين اللي فاتت، وكمان لأنه حس إنه بقى تعبان، ما بقاش عنده طاقة وبقى يتعب بسرعة جدا، وحصلت له شوية مشاكل في المعدة لدرجة إنه حتى ما بقاش قادر يتمرن. فقرر إنه يوقف كل حاجة ويسمع لجسمه اللي بيشتكي ويرتاح. في الوقت ده كان المفروض بروك ليسنر يلعب مباراة مهمة جدا على البطولة، ولكن ما قدرش من كتر التعب. بروك ليسنر ساب كل حاجة وقرر إن هو لازم يبعد فترة، لأن لو ما اهتمش بصحته ممكن يجرى له حاجة. لما بروك ليسنر عمل فحوصات اكتشف إنه عنده مرض خطير جدا في جهازه الهضمي ومحتاج يعمل عملية، والعملية مش هي العلاج الوحيد، بل هيحتاج لعلاج تاني، ولازم يلحق نفسه قبل لما المرض ده يكون أخطر من كده. وسبب المرض ده كان الضغط الشديد والروتين القاسي لما كان بيتدرب مع اليو اف سي، والمرض ده كان ممكن يسبب له مشاكل خطيرة كتير جدا. وفي عام 2009 بروك ليسنر عمل العملية وخف من المرض اللي كان عنده، ولكن في عام 2011 المرض ده رجع له تاني وعمل عملية تانية، وكان برضه بسبب ان المرض ده رجع له تاني لما رجع لنفس الروتين اللي كان فيه اثناء التدريب بتاعه مع اليو اف سي، بنفس الاسباب اللي خلت المرض ده يجيله اول مرة. وفي عام 2011 بروك ليسنر قرر ان هو يعتزل اليو اف سي بعد قتال عنيف جدا حصل فيه ان خصمه استهدف بطنه طول الماتش، وكان ممكن يعمل له اصابة تنهي حياته. من يوم لما جاله المرض ده كل المقاتلين اللي لعبوا ضده حاولوا يستهدفوا بطنه كتير جدا، عشان كده قرر ان هو لازم يبعد عن المجال ده، لان المجال ده ما فيهوش هزار، كل الضرب فيه بجد، ولو كمل فيه هيكون خطر على حياته. فحب انه ياخد جولة اخيرة الاول وبعدها يعتزل. وفعلا في عام 2011 بروك ليسنر ودع اتحاد اليو اف سي. وفي عام 2012 حصل اللي كان بروك ليسنر عاوزه يحصل من زمان. بروك ليسنر رجع من تاني لاتحاد الدبليو دبليو اي بشكل مفاجئ في عرض الرو بعد عرض ريسلمانيا 28، ولكن المرة دي بروك ليسنر كان ذكي وتعلم من كل اللي حصل معاه زمان. المرة دي بروك ليسنر هو اللي حط شروط تناسبه، وحط شرط في العقد ان هو يكون مصارع بدوام جزئي لانه مش هيقدر يكون موجود طول السنة، وكمان اشترط في العقد انه يقرر مين اللي هيلعبه ومين لا، وكمان اشترط ان هو يشارك في العداوات بتاعته ويشارك في كتابة السيناريوهات اللي هو هيتحط فيها. وبالفعل لما رجع بروك ليسنر كان بشخصية جديدة تماما، مقاتل وبطل يو اف سي، وحش فنون مختلطة بيدمر اي خصم يقف قصاده لانه مش مجرد مصارع عادي، ده بروك ليسنر. بالرغم من انه ما كسبش اول مباراه لعبها لما رجع الدبليو دبليو اي واللي كانت ضد جون سينا، الا وانه بعد المباراه دي وخلال عداوته مع جون سينا اصلا كان باين انه هو وحش وليه اسلوب لعب خاص بجد مش تمثيل. بروك ليسنر هو اللي خلى المصارعه تبان انها حقيقه فعلا، ومن يوم لما رجع وهو ظاهر لحد النهارده انه من المصارعين الكبار في الشركه. في صيف عام 2012 بروك ليسنر دخل في عداوه مع تريبل اتش بعد لما كسر دراعه اول مره هو وشون مايكلز. وفي سمر سلام عام 2012 بروك ليسنر هزم تريبل اتش وكسر دراعه للمره الثانيه، وكمان بول هيمن رجع عشان يكون مدير اعمال بروك ليسنر لانه كان لسه مش بيعرف يتكلم على المايك او مش مهتم بالبروموهات زي ما هو، فبالشكل ده هيبه بروك ليسنر رجعت تاني زي زمان. وفي سنه 2013 بروك ليسنر كمل عداوته مع تريبل اتش في عرض ريسلمانيا وخسر قصاده، ولكن في عرض اكستريم رولز بروك ليسنر هو اللي كسب مباراة الإعادة. وأثناء السيناريو كان موجود فينس ماكمان، والكلام اللي اتقال أثناء العداوة دي واتبنى عليه سيناريو العداوة إن بروك ليسنر عاوز ينتقم من فينس ماكمان بسبب اللي هو عمله معاه قبل كده، وتريبل اتش دخل يساعد فينس ماكمان لأن هو حماه، أو تريبل اتش هو اللي جوز بنته. بعد العداوة دي بروك ليسنر دخل في عداوة مع سيم بانك وقدموا ماتش فوق الممتاز، وطبعا بروك ليسنر هو اللي كسب. كل الكلام ده كان عادي جدا، مع ان بروك ليسنر ما قصرش في اداء الشخصيه ولا في ادائه على الحلبه، ومحدش طلب منه انه يعمل اكتر من كده لانه كان فعلا وحش. ولكن في موسم ريسلمانيا عام 2014 بروك ليسنر اتحدى اندرتيكر في مباراه في عرض ريسلمانيا 30. الاثنين اللي كان بينهم وبين بعض حرب من 12 سنه وعملوا عداوه عظيمه. دلوقتي بروك ليسنر عاوز يلعب اندرتيكر ويكسر سلسله انتصاراته المتتاليه في عرض ريسلمانيا. عارف ايه اللي حصل؟ بروك ليسنر كان سبب في صدمتنا كلنا عام 2014 لما كسر سلسلة انتصارات الأندرتيكر اللي استمرت 21 سنة في عرض ريسلمانيا. يقال أن أندرتيكر هو اللي طلب إن بروك ليسنر هو اللي ينهي السلسلة بتاعته، يمكن لأنه شايف إن مفيش حد مناسب أكتر منه، لأنه فعلا اجتهد وتعب كتير جدا ويستاهل يعمل إنجاز الناس تفتكروا بيه طول عمرهم. والحدث ده فتح لبروك ليسنر أبواب السعد والهنا، لأنه في نفس السنة في عرض سمر سلام كسب بطولة العالم الموحد من جون سينا، أول بطولة ياخدها بروك ليسنر من أول لما رجع للاتحاد. ومن السنة دي بروك ليسنر بقى وحش محدش يقدر يقرب منه.
وفي ريسلمانيا عام 2015 بروك ليسنر خسر البطولة في حدث محدش هينساه برضه، لما سيس رولينز صرف الشنطة في مباراة الحدث الرئيسي اللي كانت بين بروك ليسنر ورومان رينز. وفي عرض باتل جراوند لعب مباراة الإعادة مع سيس رولينز، واللي انتهت بتدخل الأندرتيكر عشان الاتنين يكملوا عداوتهم مع بعض بعد لما بروك ليسنر كسر السلسلة بتاعته في ريسلمانيا، وحصلت بينهم معارك ومجازر في العروض، ولعبوا ضد بعض في عرض سامر سلام وفي عرض هيل إن سيل، والعداوة دي خلصت لصالح بروك ليسنر. وفي عام 2016 بروك ليسنر قرر انه يرجع تاني لليو اف سي في عرض يو اف سي 200، وفي نفس الوقت دخل في عداوه مع دين امبروز واللي هتودينا المباراه بينهم في عرض ريسلمانيا. ولكن بروك ليسنر ما كانش عاوز يعمل اي اداء معاه، ولا كان عاوز يهلك نفسه، لانه كان مهتم اكتر بالقتال بتاعه في اليو اف سي. عشان كده عداوته مع دين امبروز كانت عداوه سيئه جدا، وفي اليو اف سي كسب مارك هانت. ولكن الحكام تراجعوا عن القرار ده لما اكتشفوا ان بروك ليسنر كان بياخد منشطات، وبالتالي الفوز ده ما اتحسبش لبروك ليسنر في اليو اف سي. وعام 2016 في عرض سامر سلام بروك ليسنر دخل في عداوه مع راندي اورتن، وزي ما يكون ما كانش عاوز يدخل العداوه دي، وحتى الان ما نعرفش ليه بروك ليسنر عور راندي اورتن وليه الماتش بتاعهم انتهى بالطريقه دي. ولكن واضح من القصه ان بروك ليسنر كان بيعرف يخلي الاتحاد يعمل اللي هو عاوزه، ولو ما حصلش بيكون ليه رد صادم جدا زي اللي حصل ده كده. وفي نفس السنه عام 2016 الجولد ضحك رجع للدبليو دبليو اي ولعب بروك ليسنر في عرض سرفايفر سيريس عام 2016. الكل توقع ان بروك ليسنر اخيرا هينتقم من الجولدبرج بعد اللي حصل بينهم في ريسلمانيا 2004، ولكن حصل العكس. جولدبرج هزم بروك ليسنر في اقل من دقيقتين. جولدبرج هو الوحيد اللي قدر يهزم بروك ليسنر في عز مجده. ولكن في بدايه عام 2017 جولدبرج كسب بطوله اليونيفرسال، وفي ريسلمانيا في نفس السنه لعب مباراه اعاده مع بروك ليسنر على البطوله، والمره دي بروك ليسنر هو اللي كسب البطوله. ومن هنا ابتدت فتره من اطول فترات حمل بطوله للمصارع، لما بروك ليسنر فضل محتفظ بالبطوله لمده اكتر من سنه وغاب خلالها كتير جدا، ولكن في نفس الوقت عمل مباريات جامده في كل مره كان بيظهر فيها، لحد لما لعب رومان رينز في عرض سامر سلام عام 2018 وخسر البطوله قصاده، ولكن استعاد البطوله تاني في عرض كراون جول. وفي عام 2019 لعب سيس رولينز في عرض ريسلمانيا، وكان المفروض ان مباراه زي دي تكون مباراه ختاميه للعرض او مباراه حدث رئيسي، ولكن اللي حصل انها كانت مباراه افتتاحيه. ايه هو السبب؟ ان بروك ليسنر كان عاوز يروح بدري، واقسم بالله ما بهزر، في مقابلات ولقاءات واخبار كتير جدا اثبتت ان الكلام ده صح، ومن يومها غاب فتره عشان يرتاح. ولكن في عرض ماني ان ذا بانك عام 2019 بروك ليسنر دخل مباراه الماني ان ذا بانك وكسب الشنطه بشكل مفاجئ، وهو اصلا ما كانش موجود في الماتش ده، وعموما ما حدش اعترض، بالعكس في ناس كتير حبت الموضوع ده جدا. واضح ان فعلا بروك ليسنر من ساعه لما رجع للدبليو دبليو اي التعامل معاه مش زي التعامل مع اي حد، واكيد الفكره دي كانت الفكره بتاعته في سيناريو الماتش ده. ولما كسب الشنطه صرفها على سيس رولينز واخد بطوله اليونيفرسال تاني، وخسرها في عرض سامر سلام عام 2019. وفي نفس السنه في عرض سماك داون في اواخر عام 2019 هزم كوفي كينجستون وكسب بطوله الاتحاد. وفي رويال رامبل عام 2020 بروك ليسنر دخل ماتش الرويال رامبل وهو بطل الاتحاد، واشترط ان هو لو كسب الماتش ده مش هيروح عرض ريسلمانيا وهياخد اليوم ده اجازه. ولكن اللي حصل ان درو ماكنتاير طلع بروك ليسنر وكسب مباراه الرويال رامبل في السنه دي، وكمان راح لعب بروك ليسنر في عرض ريسلمانيا. ومن يومها بروك ليسنر فضل غايب فتره طويله جدا، تقريبا خد اجازه وقت انتشار مرض كورونا، الفتره اللي كان فيها الاتحاد بيعمل ماتشات وعروض من غير جمهور، واستمر الحال كما هو عليه لحد عرض سامر سلام عام 2021. بعد سنه ونص من الغياب بروك ليسنر رجع من تاني بشكل جديد، وتحدى رومان رينز على بطوله اليونيفرسال ولعب قصاده، ولكن خسر، والمفروض انه بعدها ما كانش ينفع يلعب ضده على البطوله. ولكن بروك ليسنر حب ان هو يلعب رومان رينز تاني، عشان كده لعب على بطوله الاتحاد في عرض رو داي 1 عام 2022 وكسب البطوله هناك عشان يروح يلعب رومان رينز للمره الثالثه في ريسلمانيا. ولكن المره دي كل واحد منهم معاه بطوله، والكسبان هياخد البطولتين. وزي ما كان بري وايت هو اخر بطل يونيفرسال قبل رومان رينز، فبروك ليسنر كان اخر بطل دبليو دبليو اي قبل رومان رينز. ومن بعد اخر مباراه لبروك ليسنر عام 2022 اللي لعبها مع رومان رينز في عرض سامر سلام واللي فيها بروك ليسنر دخل بجرار وقلب الحلبه، بروك ليسنر فضل غايب لحد عام 2023. وفي عرض رو ذكرى 30 سنه على العرض رجع ودخل في عداوه مع بابي لاشلي، وبعدها في عرض ريسلمانيا دخل في عداوه مع اوماس، وبعد عرض ريسلمانيا اتحول لشخصيه الهيل او الشرير ودخل في عداوه مع كودي رودز. من عام 2021 لما بروك ليسنر رجع بشكل جديد رجع بالشخصيه الفيس وبشخصيه المزارع، ولاحظنا انه اخيرا بقى يتكلم لوحده على المايك وبقى يعرف يعمل بروموهات وما بقاش معاه بول هيمن، وطريقه كلامه كانت جامده جدا وابهرنا كلنا. ولكن لما دخل في عداوه مع كودي رودز اتحول تاني للشخصيه الهيل ورجع تاني للعنف اكتر من الاول. وبرغم من ان العداوه دي انتهت لصالح كودي رودز، الا وان بروك ليسنر بعد لما العداوه دي انتهت
رجع تاني للشخصية الفيس، ومن يومها بروك ليسنر غايب. ولكن دلوقتي مش متأكدين هل بروك ليسنر هيرجع تاني لاتحاد WWE ولا لأ، خصوصا ان بروك ليسنر متورط في مشاكل وقضايا تخص فينس مكمان والإدارة القديمة، وحاليا الإدارة الجديدة محتارين بين انهم يخلوا بروك ليسنر يكمل مع الاتحاد ولا يمشوه عشان سمعة الاتحاد ما تبصش. حتى الآن مفيش أي جديد، وعن نفسي شايف ان بروك ليسنر لازم يكمل مع WWE، لأنه لو مشي هتكون خسارة كبيرة جدا بالنسبة لهم. فبعد الفيديو ده أكيد وبكل تأكيد انت دلوقتي عرفت ليه بروك ليسنر بيغيب كتير، وقد ايه هو كان مظلوم مع WWE في بداية حياته، وازاي اشتغل على نفسه وتعب كتير جدا عشان ياخد ايام الراحة اللي هو بياخدها دلوقتي. محدش يقدر ينكر ان بروك ليسنر هو وحش المصارعة الحرة في WWE، وكمان وحش UFC، واللي بسببه ناس كتير جدا حبت المصارعة لانه اظهر انها فعلا حاجة حقيقية مش تمثيل. فلو بتحب بروك ليسنر يا ريت تشترك في القناه، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لان انا تعبت جدا على ما جمعت المعلومات دي وعلى ما سجلت وعملت المونتاج. فاقل حاجه تقدر تقدمها لي انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك على كل الفيديوهات اللي نزلتها. والى هنا انتهى الفيديو بتاعنا.